الفرق بين التشكيل اللي بتمناه والافضل بالنسبة ليا والتشكيل المتوقع لاول مباراة في الدوري امام مودرن. في التشكيل الافضل والتشكيل اللي بتمناه، بتمنى اشوف مصطفى شوبير حارس مرمى، وده لاني محتاج اشوف حاجة عكس اللي بشوفها كل سنة. محتاج اشوف الحارس اللي اخطائه اقل وفي قمة تركيزه وفي قمة مستواه هو اللي يبدأ، ومحتاج اشوف الحارس اللي عنده اخطاء ومش مركز بشكل قوي يقعد دكة، ولما الشناوي يكون في قمة مستواه وفي قمة تركيزه واخطائه تكون قليلة مفيش مشكلة يلعب تاني. في مركز الباك اليمين بتمنى اشوف في التشكيل الافضل يكون موجود كريم فؤاد باك يمين، وهنا كريم فؤاد باك يمين في التشكيل الافضل، لكن في التشكيل المتوقع هتلاقيه بيلعب باك شمال. بالنسبة ليا لو موجود كريم فؤاد يلعب باك يمين، انا عندي عجز في مركز الباك اليمين وعندي عجز في مركز الباك الشمال. العب بكريم فؤاد في عدلته في مركز الباك اليمين لانه لاعب ايجابي، ودي حاجة مش موجودة في محمد هاني ومشكلة كبيرة جدا. في قلبين الدفاع اتمنى اشوف في التشكيل الافضل احمد رمضان بيكهام مع ياسين مرعي، لكن في التشكيل المتوقع اتوقع انه ممكن يلعب بياسر ابراهيم جنب ياسين مرعي. باك شمال طبعا قلنا هيلعب بكريم فؤاد في التشكيل المتوقع، لكن في التشكيل الافضل بالنسبة ليا اتمنى ابدأ وابني على محمد شكري علشان يسد ليا المشكلة هنا ويسد العجز اللي موجود في مركز الباك الشمال. كريم فؤاد هيديني ماتش او 2 أو 3 في الدوري في مركز الباك الشمال، لكن في الماتشات اللي قدام مش هقدر ابني عليه. مش عايز اقعد ارقع طول السنة بكريم فؤاد مرة وعمر كمال مرة ومحمد شكري مرة وكوكا مرة. انا محتاج ان انا يكون عندي باك شمال اساسي، ومحمد شكري تعاقدت معاه على هذا الاساس. وسط الملعب في التشكيل المتوقع هيلعب بديانج في مركز رقم 6، وده مفضل بالنسبة ليا في التشكيل الافضل. في مركز رقم 8 ناحية اليمين محمد علي بن رمضان موجود في التشكيل المتوقع وموجود في التشكيل الافضل، لكن في مركز رقم 8 ناحية الشمال انا بتمنى محمود حسن تريزيجيه يكون في مركز 8 ناحية الشمال في التشكيل الافضل، وده لسببين. تريزيجيه يقدر يجيد اللعب في المكان ده بشكل كويس جدا. السبب التاني هتدي فرصة ان اشرف بن شرقي يلعب اساسي، واشرف بن شرقي واضح عليه الجدية وواضح عليه الاصرار وعنده كواليتي عالي جدا فيقدر يقدم الاضافة. علشان كده في التشكيل الافضل بتمنى تريزيجيه يكون اساسي، لكن في التشكيل المتوقع متوقع يبدأ بقفشة في مركز 8 ناحية الشمال. في راس الحربة طبعا في التشكيل المتوقع موجود محمد شريف وده مفضل بالنسبة ليا، وجناح شمال هيلعب في التشكيل المتوقع بتريزيجيه، وانا اتمنى اشرف بن شرقي وزي ما قلت تريزيجيه يلعب في نص الملعب. وفي مركز الجناح اليمين لا غنى عن احمد سيد زيزو، ده التشكيل المتوقع وده التشكيل الافضل. قول لي التشكيل الافضل بالنسبة ليك ايه او التشكيل المحبب بالنسبة ليك، اي تشكيل فيهم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.